على فكرة ما انت مش فايتك حاجة يا معلم، ولا انت فايتك حاجة. يعني وانتوا قاعدين بيجيلكوا انكزايتي وقلق وتوتر علشان صحابكوا او الناس اللي على الانستجرام رايحين حفلة ولا مسافرين سفرية ولا حاضرين فرح ولا ايا كان الحدث اللي انتوا مش موجودين فيه وحاسين ان هو فايتكوا. انتوا مش فايتكوا حاجة. ممكن هم يكونوا مبسوطين في اللحظة اللي هم فيها دي، في الصورة اللي هم نزلوها دي، وفي اغلب الاوقات ما بيبقوش مبسوطين ولا حاجة، لكن هم لازم ينزلوا حاجات شكلها لذيذ علشان هو الانستجرام مصمم ان يخلينا كلنا في سباق مع بعض، مين فينا اكتر واحد سعيد ونجح في حياته. بس الواقع ان كلنا عندنا مشاكلنا، وكلنا عندنا امراضنا، وكلنا عندنا سقطاتنا، وكلنا عندنا مخاوفنا، وكلنا عندنا صراعاتنا اللي بنحاول نعدي بيها من الحياة دي. فاللي انت او انت دايما لازم تفكروا نفسكم بيه لما يجيلكوا الفومو او الفير اوف ميسنج اوت، او الخوف من الواحد يبقى حاسس انه فايته حاجه. هو ان انتوا تفكروا نفسكم ان انتوا مش فايتكم حاجه، علشان لو كنتوا مكتوب لكم او كان نصيبكم ان انتوا تبقوا موجودين في اللحظه اللي هم فيها دي، كنتوا بقيتوا فيها. بس انتوا مش فيها، وبالتالي اقبلوا اللحظه اللي انتوا فيها، وحبوا الوقت اللي انتوا فيه، واشتغلوا على ان ازاي انتوا تبقوا مستقنيصين بحياتكم وبنفسكم، علشان ما فيش حاجه في الدنيا اقوى من كده. وصباح الجمال، وربنا يوفقنا كلنا.